يعني انا حقيقي ممكن اعرف ربنا قبل مني رمضان ولا لا؟ ممكن تعرف. ازاي ده؟ هي حاجة واحدة بس لو انت عملتها هتقولك ان رمضان فعلا ربنا تقبله منك ولا لا. هي ايه دي بقى الحاجه الواحده دي؟ طيب يعني مستعد تسمع؟ مستعد طبعا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. أول علامة من علامات قبول العمل يا محمد هو إنك فعلا تكون يعني استمريت على الطاعة. يعني بعد رمضان شوف نفسك انت استمريت على العبادة زي ما كنت بتعمل في رمضان ولا لا. كعب بن مالك بيقول: إذا صام العبد وهو ينوي أنه إذا خرج من الصيام عصى ربه فصيامه مردود وباب التوبة في وجهه مسدود. يعني هو لو ناوي في رمضان انه هيخلص رمضان وخلاص يلا لم ورقك يبقى كده ايه؟ خلاص انا كده. بشر الحافي، الامام بشر الحافي سالوه وقالوا له يا امام ان اقواما يعبدون الله في رمضان يقيمون الليل في رمضان ويصومون في رمضان فاذا اقبل رمضان عصوا ربهم لا يقيمون الليل ولا يقرؤون القرآن ولا يفعلون اي شيء. رد عليهم وقال لهم ايه؟ قال: هؤلاء أقوام لا يعرفون الله إلا في رمضان. يعني هو ما يعرفش ربنا، هو ما يعرفش ربنا إلا في رمضان بس. طب وده ينفع؟ لا طبعا ما ينفع. عارف أقول لك على حاجة؟ يعني عزك الله، اللي بينقطع عن العبادة بعد رمضان ده عامل زي المنافقين بالظبط. زي المنافقين أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي وجاء سيدنا أبو بكر حارب المرتدين اللي هم ارتدوا عن الإسلام، كانوا منافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات سيدنا أبو بكر قال لهم إيه؟ قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي إيه؟ لا يموت. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت لاحظت إن رمضان مر في قد إيه؟ 3-4 أيام. أنت تعرف إن ده يعني دي عبرة كبيرة أوي لأي إنسان. عبرة يعني زي ما رمضان ما عدى كده زي ما عمرك هيعدي كده. صح؟ ما هو شهر رمضان عدى في ايه؟ في كلمح البصر. صح؟ كلمح البصر. كذلك عمرك هيعدي كده زي ما رمضان عدى كلمح البصر عمرك هيعدي كلمح البصر. فاعتبروا يا أولي الأبصار. دي عبرة. تعالى شوف بقى الحديث بتاع النبي بيقول لك ايه؟ حديث جميل قوي: لا تقوم الساعة، يعني صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وكأن النبي سبحان الله يعني الأيام النبي قال الكلام ده من 14 قرن وسبحان الله قال لك لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. عارف يتقارب الزمان يعني ايه؟ يعني اليوم يعدي بسرعة. اليوم يعدي بسرعة، الأيام كده قريبة من بعضها. فتكون السنة كالشهر. السنة زي ايه؟ زي الشهر. ويكون الشهر كالجمعة يعني زي الأسبوع. وتكون الجمعة كاليوم. ويكون اليوم كالسعفة اللي هي ورق النخل وجريده. يعني ايه؟ لما كاحتراق السعفة كأنك بتحرق ايه؟ عارفها تتحرق بسرعة. هي كذلك انت رمضان بيعدي هيجي عليك رمضان، الله اعلم رمضان الجاي هيكون معاك ولا لا. يعني لو تلاحظ ان رمضان اللي قبليه كان في ناس موجودة معانا وفي رمضان ده مش موجودين، راحوا فين؟ ماتوا تحت التراب. فكذلك هل انت ضامن انت هتعيش لرمضان تاني ولا لا؟ محدش ضامن. الانسان فينا ممكن يموت في لحظة في كلمح البصر. صح ولا لا؟ كل نفس ذائقة الموت. فانا مش عارف انا هموت امتى. انا ممكن في لحظة خلاص ما احضرش رمضان الجاي. انت عارف اللي بينقطع عن العبادة عامل زي ايه؟ في امرأة كده ربنا حكى لنا قصتها في القرآن، ريطة بنت سعد. المرأة دي كانت بتغزل، شغالة في الغزل يعني. فتشتغل طول النهار وبتجيب الجواري معاها بيشتغلوا معاها طول النهار، وبعد ما يشتغلوا ويعملوا شغل ويقويه ويبقى قويم ومحكم ومتين، تيجي اخر النهار ماسكه الغزل اللي عملوه كله وتيجي مبوظاه تاني وتفسده. بعد ما تعبوا طول النهار هي والجواري، مش هي لوحدها، لا هي والجواري، وتعبوا طول النهار ياخدوا الغزل ويجوا ايه؟ ويجي مبوظين كل حاجه يفسدوه. فربنا راح حكى لنا بقى قصتها في القرآن وقال لنا اوعى تكونوا زيها. فقال لنا ايه؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. اوعى تكونوا زي المرأة دي. المرأة دي كانت بعد ما تغزل وتتعب والجواري معاها اللي بتدي لهم أجر على الغزل ده، تيجي آخر النهار ماسكة الغزل ايه؟
تفسده وتبوظه وتعمل. هو الانسان اللي بيطلع من رمضان وبيعصي ربنا سبحانه وتعالى حاله كحال المرأة دي، حاله كحالها بالظبط، حاله كحال المنافقين والعياذ بالله. فمن علامات قبول الطاعة انك تستمر في الطاعة. تعال شوف ربنا قال ايه في الناس اللي بتستمر في طاعة ربنا. يا كلام جميل جدا وآيات مفيش أجمل من كده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده وبس، لا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لك كمان في موضع تاني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا قال لك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله. ربنا قال في اللي بيحب المساجد وبيعتدل المساجد ودايما رايح جاي على المسجد، قال لك ايه؟ 7، النبي اللي قال كده: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل بيحب المسجد، هو رايح جاي عايز يصلي في المسجد، عايز يقعد في المسجد، عايز يقرأ قرآن في المسجد. عارف هقول لك على حاجة جميلة جدا بجد، يعني حاجة عجيبة قوي. انت تعرف كمان انه من احسن الحاجات اللي نتعلمها في الاستمرار في الطاعة واللي هنستفيد بيها، عارف يا محمد، لو انت بتصلي ركعتين قيام ليل كل يوم بتصلي ركعتين، فجاء عزك الله، يعني ربنا يعافيك، جيت بعد عمر طويل وجالك شوية مرض فما قدرتش تقيم الليل، انت تعرف ان ربنا يكتب لك اجر ركعتين قيام الليل دول لحد ما تموت. ليه؟ لان انت في نيتك انك هتصلي قيام ليل لحد ما تموت، فجاء عذر، جالك شوية مرض وانت متعود انك تصلي ركعتين قيام ليل، فجاء شوية مرض خلوك ما بقاش مش قادر، معاك عذر، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك اجر قيام الليل لحد ما تموت. قول لي معاك دليل؟ ايوه معايا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. جالك شوية مرض، سافرت، مش عارف ايه، كنت بتصلي ركعتين قيام ليل وانت مش قادر تصليهم دلوقتي، ربنا يكتب لك اجرهم لان معاك عذر. لان الاعمال ايه؟ بالنيات، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ. انا ربنا يصلح حالنا وحالك، واتمنى يعني اننا نستمر دايما في الطاعه ونكون من عباد الله المخلصين، ما نضيعش رمضان ان شاء الله باذن الله، ما نضيعش ثوابه ان شاء الله. امين يا رب. يلا، السلام عليكم. وعليكم